كتير أوقات بسمع من الأهل قديش أولادهم عم بيعذبون، وإنه الحل الوحيد هو القصاص حتى يقدروا يضبطوا أولادهم. القصاص لوحده منه الحل، لازم قبل القصاص الأولاد يقعدوا مع أهلهم ويقعدوا يتناقشوا، والأهل يفسروا لهم ليش التصرف اللي عملوه غلط. ممنوع الضرب أبداً والعياط، لأنه بيحطم من شخصية الولد وبيخليه يحس أنه هو كإنسان منه أبداً محبوب وهو ما بيسوى. كتير مهم على الأهل يفصلوا بين التصرف الغلط وابنهم هو كإنسان. انت التصرف يلي عملته مش مقبول، وهيدا تصرف ممنوع تعيده، وانت كإنسان انا بحبك، بعدني بحبك لانه انت ابني ورح ضلني حبك. وهون فيهم يشتغلوا على تحسين التصرفات عند اولادهم، بحرمانهم اوقات الامور يلي بحبوها، حرمانهم من الشوكولا، في عدة وسائل للقصاص، بس اهم شيء ما تكون وسائل عنيفة من الضرب.